ودي كده احلى كسكسي اتعمل في دقايق معدودة والله. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. حاجة كده تحفة. شايفين مفرفر ازاي وجميل؟ ما شاء الله لا قوة الا بالله. يعني انا بجد يعني اتوهمت واتصدمت بجد. فكرة رائعة رائعة رائعة، وشكرا للي عملها، واحنا كلنا بنتعلم من بعض. عايزة تعرفي ازاي عملنا الكسكسي الكداب زي ما بيقولوا؟ يلا معانا نشوف الطريقة. وطبعا الطريقة دي حلوة جدا للناس اللي في الدول الأجنبية اللي ما عندهاش اللي هو الدقيق العادي، او مش بتعرف تعمله اللي هو الدقيق اللي على البخار. بحبة دقيق سيمولينا او بالدقيق اللي هو بتاع السميد هتعملي احلى كسكسي. بس تتفرجي على الخطوات وما تقلقيش جدا، لان انا سايبالك الفيديو براحتك خالص عشان ما تتخضيش، وشوفي رأيي في النهاية ممكن تعمليه بأنهي طريقة. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بيكم في قناتي وقناتكم حبي نفسك واهتمي بيها. وحشتوني كتير كتير من الفيديو اللي فات. يا رب يكون عام دراسي سعيد عليكم وعلى اولادنا ان شاء الله. والنهارده جايين نعمل الترند. كل ما افتح موقع الاقي الكسكسي الكداب، الكسكسي الكداب او المفتول. انا مش عارفه بقى ايه اساميه تاني. فالكسكس المغربي هنعمله بقى النهارده زي ما بيعملوه. هنشوف الطريقه هتنجح معانا ولا لا. يلا بينا. يلا بينا بسم الله كده. هنبدا نجيب كوبايه. هما جابوا كوبايه من السميد اللي هو دقيق السيمولينا او الدقيق بتاع البسبوسه، وكوبايه من الميه. يلا بينا. في طاسه على النار حطينا سمنه او عندك مكعبات زبده ممكن تحطيها. هنبدا ننزل بقى بالدقيق السيمولينا. بسم الله. نبدا نقلب كده لحد ما الدقيق كله يشرب السمنه دي او الزبده. ما تنسيش ترشي رشة ملح صغيرة. بعد ما الدقيق كله دخل في السمنة واتغلف بيها، هنبدأ ننزل بكوباية المية. هما بيقولوا مية سخنة، حطينا بس كوباية البداية، هما قالوا كوباية ونص. احنا هنشوف الدنيا عاملة ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتوا شايفين كده هي بدأت ان هي كأنها بتعجن. هنستمر برضه في التقليب. انا مش عايزه اقص من الفيديو عشان شوفي كل المراحل عشان ما تتخضيش. انا بجرب معاكم الوصفه بالظبط زي ما لقيتها في الفيديوهات اللي منتشره في الترند، وهقول لكم رايي في الاخر. مستمرين في التقليب. نزل بالنص التاني كوبايه الميه. بسم الله.
عايز ان الميه كلها تتبخر ويبقى مفلفل كده زي الكسكسي بالظبط. اوقات كتير الناس بتحب تاكل كسكسي مبيبقاش متوفر عندهم او مش بيتباع، وفي دول عربيه او اجنبيه ما بيبقاش متواجد فيها. واعتقد ان هي دي نفس طريقه العلب بتاعت الكسكسي اللي بتتباع في السوبر ماركت. مستمرين في التقليد. يعني مش بفصل عشان انقل لكم كل الخطوات. مستمرين برضو معاكم. شايفين كده بدأت الحمد لله الملامح بتاعته تبان ان هو فعلا كسكسي. سبحان الله، احنا موطيين والميه بتتبخر. بس بصراحة انا في الاول اتخضيت، اللي قلت استحالة ايه العجينة دي. فيعني سبحان الله، هي الميه كل ما بتتبخر كل ما بيفرفر معاكي. لسه مستمرين، انا عايزة يبقى مفرفر معايا اكتر. شايفة فرفر ما شاء الله، وبقى فعلا ادانا الملامح بتاعة الكسكسي. هبدأ بقى دلوقتي اطفي عليه. بعد ما حطيناه في الطبق شايفة ما شاء الله لا قوة الا بالله. اللي يشوفه يفتكر ان هو اللي معمول بالبخار واللي يعني اللي هو بالطريقة المعتادة. يعني اللي يشوفه يفتكر ان هو معمول على البخار، مش ده دقيق ولا ده اللي كان معجن ولا اي حاجة. نزينه. لو انت عايزاها حادق ممكن حطي شوربة، ولو انت وملح، ولو انت عايزة مسكر زي اللي هنعمله دلوقتي بقى نبدأ نرش عليه السكر. ودي كده احلى كسكسي اتعمل في دقايق معدودة والله. شايفين بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله، حاجة كده تحفة. شايفين مفرفر ازاي وجميل ما شاء الله لا قوة الا بالله. يعني انا بجد يعني اتوهمت واتصدمت بجد. فكرة رائعة رائعة رائعة، وشكرا للي عملها. واحنا كلنا بنتعلم من بعض، بس بجد جميلة. بس تصبري عليه وتوطي عليه النار، ما تفتكريش ان هو كلكعة. بس بصراحة جميل. انا من نوع الناس ان في يعني الطريقة اللي هي بتاعة البخار بالنسبة لي شغلها كتير قوي. ففي ناس ممكن تستسهل، ولادها عايزين كسكسي بسرعة، او في دول ما فيهاش، فممكن تعمل الطريقة دي رائعة. لو عندك كوباية من الدقيق السميد او السيمولينا، يلا جربي الفكرة وتوكلي على الله. الطريقة ناجحة جدا، وممكن تستبدلي المية السخنة بمية عادية جدا من الحنفية، وانا جربتها. ولو الفيديو عجبك ما تنسيش الاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.